أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة الوظائف الخاصة باللغة العربية. في الحلقة النهاردة بنتكلم عن العربية الكروز، عن سيستم الإنجين. أدي طريقة الدخول على العربية. في عندنا فيكل تيست بيختبر العربية كلها مرة واحدة، وفي عندنا اختيار منفصل لكل نظام. أدي الكونفيجريشن والريسيت. ناخد بالنا من الوظائف اللي موجودة. عندنا 3 وظائف: برمجة حساس الكلاتش، حساس بدال الكلاتش، كلاتش بدال بوزيشن لير، وتصفير عداد تغيير الزيت، وريسيت لقيمة الفيول تريم. طبعا قيمة الفيول تريم دي قيمة اللي في عندنا منها حاجة اسمها شورت فيول تريم وحاجة اسمها لونج فيول تريم، ودي قيم تعديل الحق، تعديل زمن الحق بناء على التغيرات قصيرة الأجل والتغيرات طويلة الأجل. الشورت فيول تريم للتغيرات الحالية، واللونج فيول تريم للتغيرات بعيدة المدى. ودي تكنيك موجود جوه الكنترول بيستخدموا في ضبط كمية الحقن بما يتوافق مع التغيرات اللي تبقى موجودة أثناء التشغيل والتغيرات اللي بتتم بعد فترة طويلة من التشغيل. أي وظيفة ترن ignition on، افتح الكونتاكت، اضغط البدال. بعد كده هيقول لك you want to program، هتقول اوكي. بعد كده هتستنى لما تتم. بعد كده اقفل الكونتاكت، ترن ignition off، يتم عملية البرمجة. بروجرام سكسفول، عملية تمت. وهكذا في كل الوظائف اللي هتتم بعديها: engine oil life reset، وكذلك الفيول تيرم ريسيت.